فيما يخص تصريحات الببلاوي، هي انا شايفها ماشيه في اتجاه الهرم المقلوب. الهرم المقلوب اللي هو ايه؟ انه مركز السلطه ومركز القياده موجود عند وزير الدفاع. فهتلاقي مثلا وزير الشباب خالد عبد العزيز يوقع على استماره كمل جميله. انت وزير في الحكومه، يعني حتى في حاجه اسمها اللياقه السياسيه ما تنفعش. يا بكره بالمناسبة ده حصل من فتره وعوتب عليه وغضب منه، وهو قدم يعني ما يشبه اعتذار. هو قال ان هو وقع على ورقه دون ان يعرف ما فيها يعني. تمام. طيب عشان بس اصل مش الكلام ده النهارده بس يعني وبس الاشاره بتاعتك يا ممدوح، هل اللي انت بتطرحه ان هذه الانتخابات ستزور، ولا مش هيبقى في حد قادر على منافسه السيسي؟ يعني وفي مرشح كاسح يعني. عشان بس نوضح للساده المشاهدين. في فرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي. التزوير المادي اللي هو يعني ايه؟ يعني تستبعد الاول التزوير المادي الى ان يحدث. ما احنا كويس. مش هنرجم بالغيب يعني. النقطه الثانيه بقى، النقطه الثانيه هي التزوير بيسموه المعنوي، اللي هي الاجواء السياسيه اللي تجرى فيها الانتخابات. بمعنى ايه؟ من نيجي انا الاستفتاء اللي فات ده واشوف انه الدوله بكل اجهزتها وبكل مؤسساتها والاعلام الرسمي والخاص وكل الاجواء السياسيه وخطابات المحافظين والمسؤولين التنفيذيين يروا انه التصويت بلا ده خيانه للوطن. ده في الدستور يعني. ده اللي فات. احنا تجاوزنا ده بقى. لا، ما انت سياق ماشي من 3/7 لم يتغير. اجواء سياسيه واحده. يعني انت تقصد ان الدوله الرسميه هتيجي في الانتخابات الرئاسيه القادمه وتقول اللي ما يصوتش الفريق السيسي، وده بدا باجتماع المجلس الاعلى. يعني هو انت متخيل دي قراءتك او قراءه حزب مصر القويه يعني لاجتماع المجلس الاعلى، وهو هكذا قراءتكم بلاش يعني هو ماشي كذا. احنا نرى كذلك وبالتاكيد انا بتكلم عن رايي. فالببلاوي انا شايفه ماشي مع خالد عبد العزيز، مع فكره السياق العام، مع فكره ممكن لا تستبعد على فكره السيد عدلي منصور يطلع يمضي على استماره كامل وبناء عليها يا سيد ممدوح. طيب عشان بس الوقت ما بيجيش غير معانا. طيب ما فيش مشكله. اتفضل. ارجع للجزء الثاني وهو فكره حياديه جهاز الدوله الاداري لا مش واضح اي حياديه لجهاز الدوله الاداري والحركه، لان احنا ما بدأناش في الاجراءات. لا ما بداتش في الاجراءات الرسميه، لكن الاجواء عشان كده انا اكلمك في الاجواء تكلمني في الاجراءات، ارجع للاجراءات ترجع معايا للاجواء، فنستقر على السياسه. خش في الاجراءات على لفظ ونتحرك. خش في الاجراءات. الجزء الثاني وهو دعم النور للسيسي. انا فاكر الحلقه اللي فاتت كان ممثل حزب النور صديقنا العزيز استاذ شريف، يعني كان بيتكلم برضك عن الانتخابات الرئاسيه وكده، فتهمسنا انا واستاذ سعد انه النور هيدعم. النور ليس له امامه خيار الا ان يدعم عبد الفتاح السيسي. هو هيرد على الحكايه دي بس. يعني انا ده تقدير قراءتي الموقف وده ما فيش حاجه ما تسيئه يعني في النهايه ده تقدير سياسي مرضي ليهم، لكن هم ليس امامهم خيار الا ان يدعموه. تمام استاذ سعد، لانه جزء من سياق 3/7. فهو في النهايه دخل في خارطه الطريق من 3/7. كمل بقى باكج يعني. فهي باكج. وانتوا ليس لديكم خيار ان تنافسونه. مين؟ ما عندكوش. لا مش صحيح. مش صحيح. اذا كانت انت بتحدث لا بسبب الكساح السياسي. لا مش كساح سياسي. اذا ما اردت استفتاءات على طريقه مبارك وطريقه الستينيات بتاعت الزعيم للرئيس، فهو بالطريقه دي. خلاص فاعتبروا عبد الناصر جديد زعيم لرئيس. ندي فرصه للنور بس والاستاذ سعد.